موضوعنا عن الشيف براك اللي بيعتبر من أشهر الشيفات على مستوى العالم. إيه اللي حصل له بعد صدمته، بعد دعوة قضائية ما بينه وما بين باباه. متنسوش تتابعوني ويوصلكوا كل جديد، ويلا بينا. الشيف براك بيعتبر من واحد من أشهر الشيفات على مستوى العالم، وكان دايما بيظهر إن هو مبسوط، وكان كله نشاط وحيوية، وكان بيقدم محتوى الطبخ بتاعه وهو كان بيضحك وكان مبسوط جدا، وكان كل تفاصيله حلوة جدا، والناس طبعا حبته عشان اسلوبه وضحكته، والناس كتير طلعوا على التيك توك وعلى السوشيال ميديا بيقلدوه ويعملوا زيه بالظبط. لكن الفجأة ظهر بشكل حزين جدا، ودي كانت الصدمة في كل العالم. ولما اتصدم وخلى الناس كتير تتصدم معاه، وبينت قد ايه ان العالم اللي احنا فيه بقى مرعب جدا، وقد ايه الوضع الاقتصادي والفلوس بتخلي الانسان بيعمل حاجات بتنزل المبادئ كلها. باختصار القصة ان براك بعد ما بنى نفسه سلسلة المطاعم اللي كانت فيه في تركيا وحوالين العالم كله، وان ابوه باع كل المطاعم بتاعته دي وقال له مالكش حاجة عندي، والمطاعم دي ما بقتش من ضمن ممتلكاتك، والحاجة دي بتاعتي انا. كانت طبعا دي صدمة من براك نفسه، ان ازاي ابوه يعمل معاه كده، وانه خد كل المطاعم بتاعته وقال له الكلمة دي. تخيل انك اكتر حد تثق فيه في الحياة هو اكتر حد يخونك ويخدعك ويغدر بيك. دي كانت صدمة براك نفسها. وتربينا دايما على مقولة الوحيدة اللي بيتمنى يكون احسن منه هو الاب. وفجأة المقاييس كلها اتغيرت، وان حالة براك كانت صعبة جدا، ان ابوه يبيعه ويعمل كده، وان ده اصعب حاجة تحصل له. وانه بعد ما بنى نفسه وقف على رجليه وكبر نفسه وبقى عنده سلسلة مطاعم كبيرة في انحاء العالم ومن تركيا، كانت بالنسبة له حاجة صعبة. ولما رفع قضية على باباه كان حزين، لان الموضوع كان صعب بالنسبة له ان يعمل كده في ابوه، وان ابوه يعمل كده فيه. وده كان اختصار براك ان هو يعمل كده، وده كان الشكل الحزين اللي كان طالع له، وان صدمته ان ده يطلع ابوه، وان طبعا مش متوقع ده من ابوه نفسه، ممكن يتوقع من اي حد تاني الا باباه. ودي كان المبادئ اللي كانوا بيتكلم عليها، ان هو يتخدع في ان ابوه يعمل فيه كده، وان دي كانت اصعب غدر بالنسبة له. فطبعا اللهم اعوذ بك من غلب الدين القهر والرجال، اعوذ بك من السلب بعد العطاء. طبعا الموضوع صعب جدا وربنا يصبره، والموضوع مأساوي جدا وحزن ناس كتير، وناس كتير زعلانة عليه. ما تنسوش تتابعوني ويوصلكوا كل جديد، وشكرا.